السلام عليكم. دي شماعة ملابس عملناها بطريقة سهلة وبسيطة تقدر تنفذها بنفسك. الشماعة مختلفة وهتعجبك إن شاء الله، والطريقة بتاعتها سهلة وبسيطة هتقدر إن شاء الله تنفذها بنفسك. فيلا كده كبير، جهز نفسك ويلا نشوف مع بعض عملناها إزاي. في الأول أنا جبت قطعة خشب طول مترين 15، قطعت منها ال 15 سم دي اللي أنا بسلبها، أعملها زي المثلث زي ما أنت شايف تمام، وأقطعها على الديسك على زاوية 15 عشان تديني الشكل اللي إحنا شايفينه ده. طول القطعة إحنا عرفنا كام؟ طول القطع كده يعتبر 215، قطعنا منه ال 15 سم دي وخلينا اللي هو ايه ال 200 لوحدهم، قطعناهم على الديسك على زاويه 45 وجمعناهم في بعض ما احنا شايفين كده. طب تخانه الخشب ده ايه؟ تخانه 2 سم ونص اللي هو بوصه واحد في عرض 12 سم ونص، وده ديل كده هعمله ليها عشان خاطر ما تكتمش معايا. فالديل زي ما احنا شايفين كده رسمته الرسمه دي وعملته الشطفيه على الزوايا بتاعتي وابدا اسمرهم. سمر براحتك تمام، بمسمار شيشه، مسمار صناره، سمر براحتك لان احنا كده كده هنجلد الشغل ده. معنى القطعه اللي فوق في الشماعه وانزل على القطعه اللي تحت اعمل لها نظام ديل كده بالقلم الرصاص، هبدا اطلع رسمه اللي انا محتاجها. طول القطعه دي طولها 70 سم وابدا اطلعها بالارقط زي ما انت شايف كده. طبعا انت تطلع على الارقطه، تطلع على المنشار، ايا كان، المهم تطلع معاك الرسمه دي او الرسمه اللي انت محتاجها. مش شرط تربط نفسك بالرسمه دي، الرسمه اللي انت محتاجها تقدر ترسمها وتطلعها معاك بالطريقه دي. بعد كده هنغريهم وهنجمطهم مكانهم يشدوا شويه. وبعد ما شدوا شويه هبدا افك الجمط بتاعتي وهجلدهم قبل كاش. بص هو الغيره ماسك وكل حاجه، بس انا عشان خاطر ما يفسدش معايا فللمتانه اكتر هنبدا نجلدهم. هنجلد الشماعه بتاعتنا، هنجلدها قبل كاش زي ما احنا شايفين كده. طبعا انا خدت القطعه اللي تحت دي لوحديها، والقطعه اللي فوق هاخدها لوحديها عشان توفر معايا في الابلكاش. انت لو عايز تاخدها قطعه واحده مفيش مشاكل، وبعد كده تاخدها ايه ببنطه نظافه او بنطه الغسيل تمام. وعملت القطعه اللي هي الشطفيه دي وهبدا اشطفها بالفاره اليدوي زي ما احنا شايفين كده عشان اسلم الابلكاش على بعضيه. كده تمام، هبدا اغري وهجلدهم مكانهم. يبقى انا زي ما قلت لك، لو انت عايز تقطعهم حته واحده هتقطعهم حته واحده ما عدا الحته المسلوبه دي تمام يا كبير. فانت براحتك، انت عايز تعملها كده امين، عايز تقطعها حته واحده برضه براحتك. فانا عايز اوفر عليك الموضوع وما ازودش عليك التكلفه زياده. كده تمام، جلدنا احنا الوش او كبسنا الوش الاول والوش التاني، وبعد كده هبدا ببنطه بسطوم اللي هي كسر سوكه وفيها سن كده، هبدا باللوتر اطلع مكان البلاكاش الزياده، وتعمل معايا في نفس الوقت السن اللي انت هتشوفه ده دلوقتي. طبعا دي ما جاتش غير كده، فانا اضطريت انزل معايا الشماعه لتحت عشان خاطر اجيب الحته المسلوبه معايا، وفي الظهر ببنطه النظافه ابدا اطلع البلاكاش الزياده. كده انا خلصت الشماعه بتاعتي بسطوم ونظافه، وهجلب الشماعه الناحيه التانيه. وحضرت كوايل وقطعتهم على طول 40، قطعتهم على طول 40 30 25 سم، وابدا اجسمهم على كل بين قطعه وقطعه يعني حركه 10 سم كده، وابدا اعلمهم بالزاويه وهفرغ مكانهم زي ما احنا شايفين كده بالظبط. وفرغت برضو في الكويله عشان خاطر ما تاخدش معايا زياده في التخانه اللي انا عاملها اللي هي البوصه واحد دي ما تخسش معايا. فختشت هنا وختشت هنا، ابدا بالغيره والمسمار اثبتهم مكانهم كده بالظبط زي ما احنا شايفين. زي ما انت شايف كده اهو، بص عطاني فوق اكتر واجل واجل تمام، فاعطاني الشكل اللي احنا شايفينه ده. وبعد ما خلصت الجزء اللي فوق اسيب طول متر من ارتفاع الشماعه من تحت، وحضرت قطعه خشب طولها 70 سم في عرض 10 سم نفس التخانه اللي شغال عليها، وثقبتها مكان الدوسره زي ما احنا شايفين، وختشتها في النص زي ما انت فاكر. زي ما ختشت فوق اختش في القطعه دي والقطعه اللي تحت بالظبط. وحضرت قطعتين خشب عرض تخانه 4 سم في 5 سم، وثقبتهم مكان الكوائل اللي معايا اللي هي ال 2 سم، وابدا اجمعهم في بعض
زي ما هنشوف دلوقتي. هجمع اول قطعه اساسيه معايا في ظهر الشماعه، هبدا اجمعها مسمار هواء وهربطها بمسمار سن صاج عشان خاطر دي اللي هتكون معايا شايله الحمل كله، طبعا بعد ما ختشتها وبعد ما غريتها. وبعد كده جلبت الشماعه بتاعتي وابدا اجمع القطع اللي في الوش اللي احنا اتفقنا عليهم، اللي احنا عملناهم تخانه 4 سم في 5 سم، ونسيت اقول لك الطول بتاعهم طول 15 سم. تمام، وثقبتهم مكان الكويله كده اللي هي ال 2 سم وكوايل تحت، وابدا اجمعهم بالسوبر جلو كده عليهم بالزاويه كده، زاويه قامه تمام التمام. وبعد كده اثبت الشغل بتاعي. انا احيانا بثبت بالسوبر جلو واحيانا بالغيره، فالحاجه اللي بتحتاج معايا تشد بسرعه بثبتها بالسوبر جلو، والحاجه اللي مش محتاجها تشد بسرعه فبشتغل بالغيره. دي معاك ودي معاك. طبعا في اللي هو تجليد الابلكاش والكبس مش هينفع معاك السوبر جلو، طبعا لازم غيره. تمام، هاجي للجزء اللي فوق للشماعه وانا عايز اعمل حاجز لمكان التعليقات. اخترت الدوائر دي، والدوائر دي معموله قيمه، وجبت منها اكبر في اصغر في اصغر، وبعد كده هبدا اثبتهم بالسوبر جلو زي ما احنا شايفين. وبعد ما اثبتهم بالسوبر جلو ممكن تثبتهم بمسمار هواء او مسمار سن صاج. هي هتعمل معايا حاجز وفي نفس الوقت عامله معايا شكل زي ما احنا شايفين. انا مش عارف الشماعه دي هتطلع شكل ايه في الاخر، انا شغال عليها وهي طلعت شكل الكمانجه في الاخر وعشان خاطر نجيب الشكل بالمره، فانا جبت عودين حيليا 2 سم في الطول اللي انت شايفه ده. مش ما عملتهمش طول الشماعه كلها، عملتها بدايه من الارتفاع المتر اللي احنا عملنا فيه الجزء اللي تحت ده، وهبدا اثبتهم بمسمار الهواء ده. تمام، خدت اللقطه بتاعتي على 2 سم وهبدا ادبسهم كده زي ما احنا شايفين عشان تدي معايا الشكل. هي جابت معايا شكل كمانجه، فانا حبيت ان ايه اكمل شكلها بالمره كده. تمام، احنا خلصنا الشماعه وهنعمل الجعده بتاعتنا. والجعده انا عملت قطعه كونتر 40 في 40 تمام زي ما احنا شايفين كده، وهنثبت فيها الشماعه فيها كده بالظبط. قبل ما نثبتها هنعمل داير زين زي ما احنا شايفين كده. الحيله دي هندورها على الجعده زي ما احنا شايفين كده بالظبط، وهنعلفها من تحت عشان خاطر تمسك معايا الحيله، ونعمل لها زوايا كده عليها تمام التمام. اوصل مكان الشماعه وهنزل بيها كده بعد ما حطيت الغيره بتاعي، وهنزل بيها عشان اثبتها. انت ممكن تثبتها من تحت بمسمار بورما سن صاج، تمام، هتكون معاك تمام التمام. وعملت ديلين زي ما احنا شايفين كده، رسمتهم بالشكل ده وبسطمتهم الحرف بتاعهم، هثبت واحده ورا وواحده قدام. كل الشغل ده بعد ما تثبته كده شيش، هترجع تجلب الشماعه وتربطهم من تحت القاعده كده بمسمار سن صاج او مسمار بورما. كده الحمد لله يكون خلصنا الشماعه. يا رب يكون الفيديو عجبك وتكون الطريقه سهله عليك يا كبير، تقدر تعملها بنفسك ان شاء الله. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.